السلام عليكم اخواتي واخواتاتي، مرحبا بكم معايا في وصفات عائشه مع فيديو جديد وصفه جديده. غنصايب معكم واحد الحلوه كتجي هائله بمعنى الكلمه، هشيشه كتدوب في الفم كما كتشوفوا في مذاق الكراميل. طريقه سهله ومبسطه ومكوناتها متواجدين في كل بيت، متناول الجميع. غير تبعوا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله تحضروا الحلوه هائله بمعنى الكلمه في المذاق ديالها ولا في الشكل. بسم الله على بركه الله. ندوزو لطريقه التحضير. عندي 2 بيضات، 200 غرام ديال الزبده نوعيه جيده، زبده حيوانيه. عندي نص كاس ديال زيت نباتيه. عندي نكهه ديال الفاني. عندي 2 خمارات حمر وزن 7 غرام، وجوج كاكاو، و600 غرام ديال الدقيق نوعيه جيده، وكاس ديال السكر سنيده. بسم الله. كنضيفوا البيض وكنضيفوا عليه السكر سنيده وكنخلطوا السكر والبيض بهذه الطريقه. كنحاولوا نخلطوهم مزيان باش كينسجموا لينا بعضياتهم. ومن بعد كنضيفوا عليهم الزيت وكنضيفوا الزبده. كنستمر في التحريك حتى كنحركو مزيان. بعد ما كنحركو مزيان كنضيفوا الزبده. كنحركو الزبده مزيان بنفس الطريقه. زبده حيوانيه راه مزيانه، كتخرج لنا واحد الكميه كثيره، ماشي بحال زبده نباتيه. زبده نباتيه زوينه ولكن خاصها تضيف ليها الزيت مزيان. زبده حيوانيه كتخرج لنا واحد الكميه كثيره. وكنضيفوا الزيت، نص كاس الزيت. ملي كتكون زبده حيوانيه ما كنكثرش الزيت بزاف، كنديروا على نص كاس. زبده نباتيه كنديروا كاس ونص او 2 كيسان. هذه راه ميدمه بزاف. صافي كنستمروا في التحراك حتى كنحركوا المكونات ديالنا مزيان كينسجموا مع بعضياتهم. وكنضيفوا نكهه الفاني، كنضيفوا معلقه صغيره او معلقه كبيره على حساب الاختيار ديالكم. كاين اللي كيبغي تكون نكهه مجهده تكون باينه، كاين اللي كيبغي نكهه غير شويه. وكنضيفوا 2 الاكياس ديال الكاكاو المور من وزن 7 غرام. وكنستمروا في التحراك، كنحركوا بحال الشكل وبهذه الكيفيه حتى كينسجم لينا داك الكاكاو مع الخليط بهذه الطريقه. كنتمنى الطريقه تكون واضحه. راه الحلوه سهله واقتصاديه في متناول الجميع، اي واحد يمكن له يوجدها او يحضرها في دارو. صافي كنضيف الدقيق دائما يكون نوعيه جيده. الخليط يقدر يهز لي 500 غرام او 600 غرام على حسب النوعيه ديال الدقيق. كنضيف الخميره الكيماويه 2 خمارات وزن 7 غرام. صافي كنعجنو بيدينا بهذه الطريقه. كنعجنوها غير بالاطراف ديال الاصابع، ما كندلكوهاش. كنحاول ندخل فيها الدقيق حتى نكملوا ديك الكميه اللي عندنا ديال الدقيق، 500 غرام او 600 غرام على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنعجنوا الحلوه ديالنا. حلوه راه اقتصاديه وزوينه متناول الجميع. صافي كنستمروا بهذه الطريقه حتى كيتجمع لينا العجينه ديالنا. راه الطريقه سهله، اي واحد يمكن له يصايبها. بالنسبه للمبتدئات راه سهله الطريقه. وكنضيفوا الدقيق وكنحاولوا ندخلوا الدقيق بهذه الطريقه. كندخلوا الدقيق غير بالاطراف ديال الاصابع. العجينه كتجي بحال الشكل هذا هو القوام ديالها، كتجي رطبه. صافي يكون عندنا الكاوكاو اونكاسي او كاوكاو مهرمش كنوجدوه من قبل، وابيض البيض والكراميل. الكراميل راه صيفط معكم الكراميل من قبل عندي في القناه. صافي كنشكل كويرات صغيورين بحال الشكل. صافي حاد الفرن كتكون موجوده، فرشنا فيها ورق الزبده. صافي كندوزو الحلوه ديالنا في ابيض البيض وكنديروها في كاوكاو اونكاسي او كاوكاو مهرمش بهذه الطريقه.
وكنحاول نشكل ليها واحد التقيبه الوسط غير بالاصابع ديالنا. راه سهله، مكونات بسيطه والطريقه بسيطه. صافي كنوضعها في صفيحه الفرن. غنصايب معكم واحد 4 اولا 5 باش تعرفوا الطريقه كيفاش. كنتمنى تكون الطريقه مفهومه. كندوزوها في البيض، ابيض البيض، وكنوضعوها في كاوكاو مهرمش، وكنحاولوا نصايبوا واحد التقيبه الوسط بنفس الطريقه بهذا الشكل. كنوضعها في صفيحه الفرن. راه كتخرج لينا كيلو ونص او 2 كيلو على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنصايبوا كاع ديك الكميه اللي عندنا ديال العجينه. كنشكلوا هذيك التقيبه الوسط باش ملي كطيب كنعملوها بالكراميل. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه كيفاش. صافي دائما كنستمروا بنفس الطريقه. بعد ما صايبنا الحلوه ديالنا كتجي بحال الشكل، وكندخلوها للفران مده 15 دقيقه او 20 دقيقه على حسب النوعيه ديال الفران. بعد ما طيبناها كتجي بحال الشكل، كتجي محمره وزوينه. صافي كنجيبوا الكراميل ومعلقه وكنعمروها من الوسط. صافي كنعمروها بالكراميل بهذا الشكل. كنعمروها بمعلقه باش كاع الناس يعرفوا الطريقه كيفاش. معلقه سهله اي واحد يصايب بها. وصافي كنستمروا بنفس الكيفيه حتى كنعمروا كاع الحلوه اللي عندنا. كنحاولوا نديروا فيها غير معلقه صغيره، ما كنعمروهاش بزاف باش ما تكفح لينا من الجناب. كنتمنى تعجبكم الوصفه، كنتمنى تجربوا هذه الحلوه، راه تستحق التجربه ديالكم. بعد ما قديناها كتجي بحال الشكل، وكنكونوا ذوبنا شكلاط بيض، وكنزينوها بمعلقه بهذا الشكل. هاد الطريقه بسيطه اي واحد ممكن يصايبها. معلقه راه سهله لاي واحد يزوق بها اي حاجه بهذا الشكل. بالنسبه للمبتدئات كنزينوها بهذه الطريقه بالشكلاط. بعد ما زينا الحلوه ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كيجي رائع. وكنتمنى تعجبكم الوصفه. مع السلامه الى فيديو القادم ان شاء الله.